تلاقي ست أمال قاعدة حاجة، نقول لها صباح الخير يا حاج، تقول صباح النور عليكي يا بنتي. راحة فين يا الدلعات دي؟ اللي هو ايه الدلعات دي؟ هاتولي قاموس مفردات ان انا افهم يعني ايه الدلعات دي. نروح نقعد جنبها شوية، عاملة ايه؟ تقول بنت ابني اللي جه ويحط عليها طلبت تلاجة وديك فريزر. ديك؟ طيب يا حاجة من حقها تجيب ديك فريزر وتلاجة، لا الديك فريزر ما يجيش تلاجة، بس احنا شفنا الديك ده اللي قريب. طب يا حاج، فننهي الحوار عشان في قاموس كده. ببقى عايزة أسأل ايه المفردات اللي بتتقال، سيبك من الحوار خالص لأن الناس دي في حتة تانية، تفكيرهم في حتة تانية خالص. فأقول لها ايه أهم حاجة يا حاجة صحتك كويسة؟ تقول لي الحمد لله يا بنتي. فأقوم أفض القعدة وأقوم وأمشي، وعايزاكم تقولوا لي ده اللي بيحصل واللي احنا بنشوفه على المصطبة مع الناس اللي في حتة تانية تفكيرهم. ديك فريزر، الحمد لله، ويد العدل. حد يقول لي احنا عايزين قاموس يعرفنا ايه الكلام ده. مجرد بس حاجة لما بنفتكرها بنضحك عليها، لكن هي لغوة في بق الناس اللي هم تفكيرهم في حتة تانية دول.